بسم الله. السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معنا في طبخ حياه. من هذا الفيديو نلقاكم على خير وبخير وتكونوا كاملين ان شاء الله بصحه جيده. اليوم غنشارك معكم طريقتي في تحضير الرز بالدجاج. كيجي رائع وكيجي زوين وسهل في التحضير. اول حاجه كنبداو بها، هنا عندي واحد البصله اللي متوسطه الحجم مقطعه على هذا الشكل، وواحد 3 ضريسات ديال الثومه والزيت. غردهم يتشحروا هما الاولانيين، عاد نضيف باقي المكونات. هانتوما ملي كترجع البصله على هذا الشكل، دابا هنا عندي الدجاجه اللي صغيره ديال كيلو، كنخليوها بالجلده ديالها حيت باقي نحمروه. دابا غنضيف التوابل، عندي الملح وعندي حبه هاد اليانسون، حبيبه القرنفل، سكينجبير، معلقه صغيره عامره والابزار، وعندي هنا الكاري حتى هو معلقه صغيره عامره، والقرفه عويدات، والخرقوم البلدي، واحد الورقه ديال الرند، وواحد معلقه صغيره ديال المركز ديال الطماطم. النار دائما تكون مهيله. نبداو نحركو نخلطو التوابل مع الدجاج باش كيشرب. غنضيف دابا واحد مطيشه محكوكه تكون حتى هي متوسطه الحجم، وكنخليوه حتى كيتشحر مزيان هذا الدجاج مع هاد التوابل والمطيشه. عاد نمرقوه باش نخليوه يطيب. من بعد ما كيتشحر مزيان هانتوما كتشوفوا. بالنسبه للكاري راه كتجي في هذه الوصفه غزاله، راه موجود عند العطار. دابا غنمرق بالماء يكون سخون باش هاد المرقه اللي تبقى نطيبوا فيها الرز. نديروا الماء الكافي باش يطيب الدجاج. دابا نسدو على الكوكوط ونحسبوا 20 دقيقه. بالنسبه انا عندي الدجاج صغير، حسبوا 20 دقيقه وكنزولوا الدجاج. صافي الدجاج هو طاب، نزولوه باش ندخلوه يتحمر ونضيفوا الرز. هنا عندي الرز اللي مغسول مزيان ومسقطر، نص كيلو. عملتي الرز كلاصي العادي. دابا غنزيد نضيف عليه الماء الجهد اللي يطيب فيه. صافي كيكون الماء طالع بواحد السنتيم على الرز. صافي وكنسدو عليه تقريبا 15 دقائق كيكون طاب وكيجي حبه على اختها. صافي كندهنو بالزبده وندخلو الفران يتحمر، والرز في هاد الفتره حتى هو كيكون كيطيب. ها الدجاج تحمر، ها الرز ها هو طاب. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي تبارك الله. ما كيجيش ناشف وكيجي حبه على اختها، ما كيجيش قاصح، كيجي تبارك الله رطب وزوين. هانتوما شوفوا تبارك الله كيجي الرز. هانتوما تبارك الله كيجي غزال وراه باقي سخون. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، راه كيجي رائع وزوين. كما قلت لكم بالنسبه للكاري راه موجود عند العطار، وبالنسبه للدجاج تعملوا طريفات ديال الدجاج ولا فخيدات ولا صدوره اللي بغيتو تطيبوا بنفس الطريقه. راه كيجي وصفه اللي تستحق انك تجربوها العشاء ولا الغداء. راه وصفه اللي تستحق انكم تجربوهم. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعونا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو، والى فيديو قادم ان شاء الله.